لقاء الله. ألم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. حدد هنا بقى المؤمن، لأن الكلام ده اللي مش هيعمله أو اللي هيعمله المؤمن فقط. عجبا لأمر المؤمن فإن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء عمل إيه؟ صبر فكان خيرا له. هو ده حال المؤمن في السراء، أوقات الخير، أوقات النماء، شاكر للملك، شاكر لأنعم الله. أما بقى في وقت الضيق بيكون العبد المؤمن ايه برضه؟ صابر. الحمد لله يا رب، صبر صبر. لأن في ناس في وقت السراء تشكر، وقت الضراء تسخط، عنده سخط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كريم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يمسك شوية كده فيقول ربي أهانن. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. المؤمن في وقت السراء يشكر، ووقت الضراء بيصبر. صبر صبر. هذه هي الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر بإيد من؟ الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمرك يا رب، حكمك. لازما طول ما أنت في الحياة ستبتلى. ولنبلونكم أي نختبركم. شوف الجمال وجمال القرآن والجمال الملك عشان كريم. بشيء، كلمة بشيء دي يعني سبحان الملك ليها تفاسير عجيبة. لو الكلمة دي اتشالت سبحان الملك هيبقى حياتنا كلها خوف وقلق واضطرابات. لكن ولنبلونكم بشيء، شيء بسيط من الخوف والجوع، ده حال الدنيا، ونقص من الأموال والأنفس يعني متعزز إليك، والثمرات زي ما بنشوف دلوقتي أسعار الخضار أو الفواكه غالية، بيحصل أي شيء في المحصول يغلى. تلاقات من رب الأرض والسماوات عشان يبان بقى، ليميز الله الخبيث من الطيب. بيبان بقى معادن وإيمان الناس. فاحنا ما نجزعش، لا تخاف،